التسوس المبكر عند الأطفال طبعا في ظل الأكل الغير صحي للأسف اللي الولاد بياخدوه سواء في مدارسهم سواء في البيت، في ظل كم الحلويات الرهيب للأسف بنستهلكه وبنحب نكافئ بيه الولاد إن احنا نديهم شوكولاتة بونبوني طول الوقت. طبعا معدل تسوس الأسنان زاد جدا، يعني قبل كده كنا لما نشوف طفل عنده حاجة مسوسة ده ما بيبقاش قبل 8-9 سنين. دلوقتي الحقيقة ابتدينا نشوف أولاد عندهم 3 سنين عندهم كل أسنانهم مسوسة، عندهمش سنة سليمة. كل الحاجات بقت غير صحية تحتوي على نسبة سكر عالية جدا جدا جدا، وللأسف السكريات للأطفال في السن الصغير ده من أكتر الحاجات اللي بتضر. عشان كده احنا دايما بننصح الأهل لو ابنك أو بنتك حب ياخد حاجة حاول يبقى الاختيار الأول دايما ليه هو الفاكهة، وبعدين لو مش فاكهة يبقى ناخد الحاجات اللي هي ناخد لبن بأحد الفواكه، آيس كريم، مش عارف ايه، ونقلل الحاجات اللي فيها سكر على قد ما نقدر علشان صحة الأسنان.